السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل وصفة بطاطس بالجزر والجبنة، بسيطة وجميلة جدا. تنفع في السحور، تنفع جنب في فطار برضو، جنب اي حاجة معاها تانية. جميلة جدا. معايا 3 حبات بطاطس، هقطعهم بالطريقة دي كده. المية بتغلي على النار، نزلتها فيها، هنحط معلقة من الملح عشان يبقى ملحها فيها، وعصرة نص ليمون، وبسيب القشرة فيها، بتعمل ريحة وطعم جميل للبطاطس عصرة الليمون ديت. ولو الحلة ألومنيوم بتسلقي فيها البطاطس، الليمون ما بيخليهاش تزرق منك، هتتفاعل يعني. بشرت الجزرتين زي ما شفتوا كده، ومعايا 3 بصلات أخضر. بقسم الحتة التخينة ديت بالبصل بالسكينة كده عشان متبقاش كبيرة يعني، وأقطعهم كده زي ما هتشوفوا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة يا حبايب قلبي. ان شاء الله يكون رمضان سعيد علينا كلنا يا رب، وكل القنوات الصغيرة كده تكبر وتبقى نجيب على المشاهدات والمتابعين ان شاء الله. قطعناها وركناها، ومعايا شوية بقدونس كده صغيرين برضو هقطعهم. البقدونس طبعا فوائده جميلة جدا، والبصل والجزر والبطاطس، شوية مكونات كده تحفة يعني، ما شاء الله عليها، وطعمها جميل جدا. معايا بصلاية ناشفة كده، البصل الأحمر دول هقطعها. هقطعها قطع صغيرة كده، هننزل بيها في الزيت. أول ما تاخد، مش هتاخد لون لأ، أول ما تدبل كده ننزل عليها بربع معلقة فلفل أسمر، بيديها يعني ساعة ما بنزل بالفلفل الأسمر على البصل بيطلع ريحة جميلة جدا وطعمه بيبقى حلو. بعد ما دبلت كده بننزل عليها بالجزر، هيستوي، بياخدش وقت وبيستوي. قلبناها كويس. البطاطس كانت اتسلقت وهرستها زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى بالجزر والبصل، عشان نقلب كل المكونات مع بعضها. 100 جرام من الجبنة، جبنة رومي طازة، بصراحة مديها طعم جميل جدا. ونزلنا بالبصل وهنقلب كويس، نحاول نقلبها كويس اوي عشان كل الحاجات تختلط ببعضها كده، مش يبقى في حاجة ما اختلطتش. دون بردقوش، معلقة كده كبيرة بردقوش، فوائده جميلة جدا، وخصوصا اللي عنده برد، لما تغلي معلقة بردقوش كده وتشربيها. انا بستخدمه بقالي فترة عشان موضوع الكحة اللي عندي والبرد. الحمد لله يعني. قلبناهم كويس وحطينا رشة فلفل اسمر. طبعا البطاطس ملحها فيها في السلق، فمش احتاجت ملح، بس الفلفل الاسمر بس وبردقوش. قلبتهم كويس قوي. هنقطعها كده يعني حسب رغبتك، زي الفلافل اللي هي الطعمية يعني، زي اي شكل عايزة تعمليه اعمليه، بس هي التقطيعة دي كويسة حلوة بصراحة، طعمها جميل جدا. حبايب قلبي، ما تنسوش اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يا رب كل اللي يشوف الفيديو ويعجبه ان شاء الله يشترك في القناة. وفي وصفات كتير جميلة وجديدة. معايا بيضتين، وكمان معلقتين زبادي، ورشة فلفل اسمر. هنقلبهم كويس قوي، رشة ملح كده صغيرة. هناخد كمان 4 معالق دقيق، 4 معالق، هنقلبهم كويس. دي الخلطة اللي هنغلف بها البطاطس، صراحة طعمها جميل جدا.
ومش مخليها شاربة زيت بقى، بصراحة جميلة يعني. زي ما انتوا شايفين كده بننزل بيها ونغمسها في الخلطة دي، وبننزلها في الزيت تتحمر كده تحميرة خفيفة يعني وجميلة. وألف هنا وشفا يا رب اللي يعملها ويجربها، جميلة جدا. يا رب تعجبكم إن شاء الله. تنفع في السحور، تنفع في غدا، في أيام الفطار، عادي يعني في أي حاجة، وجبة عشاء. جميلة وسهلة وبسيطة، ومكوناتها موجودة في كل بيت يعني، مش حاجة صعبة. يا رب تعجبكم إن شاء الله. لا إله إلا الله. نتقابل في فيديو تاني قريب إن شاء الله. شايفين عاملة ازاي؟ جميلة.